فدوى مواهب ترند ومطالبات بترحيلها من مصر بعد تشويه تاريخ مصر وإهانة أم الدنيا. فيا ترى إيه الحكاية؟ اتقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام ضد المخرجة والداعية أو المؤثرة المعروفة فدوى مواهب، واتهمها بإهانة الحضارة المصرية واستفزاز مشاعر المصريين بعد ما نزلت مقطع فيديو وهي داخل المتحف المصري الكبير زي ما انتوا شايفين، وصورت التماثيل الملكية في البهو، ونزلت مع صور التماثيل آية قرآنية بتتكلم عن فرعون موسى وعينك ما تشوف إلا النور. الفيديو تسبب في جدل كبير على السوشيال ميديا وحملات عدائية كبيرة جدا ضد فدوى واتهامات بالإساءة للحضارة المصرية لدرجة المطالبة بسحب جنسيتها المصرية وترحيلها من مصر والادعاء بأنها لاجئة سورية. مش بس كده، المحامي أشرف فرحات ونقلا عن تليجراف ورابط الخبر هتلاقيه في التعليقات بيأكد في البلاغ اللي قدمه إن تصرفات فدوى استهداف مباشر للحضارة المصرية ومحاولة خبيثة منها لتشويه التاريخ المصري وربطه بأفكار التكفير والحرمانية. وبيأكد المحامي إنها تعمدت استفزاز مشاعر المصريين وإن في جدل مستمر حوالين تصريحات فدوى وكلام عن أصولها السورية واتهامات ليها بتعمد إثارة الجدل دايما من خلال تصريحات سابقة زي تحريم ارتداء الهوت شورت في البيت قدام الأب والأم والإخوات، وادعائها إن مفيش يهودية ولا مسيحية وإن الدين عند الله هو الإسلام. وبيطالب المحامي فرحات بفتح تحقيق مع فدوى في سلسلة التصريحات المثيرة للجدل اللي دايما بتطلع منها، وبيأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. طبعا ده مش المحامي الوحيد اللي بيقول الكلام ده، سبق قبل كده والمحامية المعروفة نهاد أبو القمصان واتقدمت ببلاغ ضد فدوى اتهمتها فيه بازدراء الأديان وإن كلامها عن عدم وجود المسيحية واليهودية وإن الدين الوحيد هو الإسلام يعد ازدراء أديان وبث أفكار خاطئة عن الأديان الأخرى وعن احترامها لدى الأطفال. وطالبت نهاد أبو القمصان هي كمان بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد فدوى. وطبعا الهجوم على فدوى مش بس من المحاميين، لا ده في صناع محتوى كتير وعشرات الحسابات على السوشيال ميديا بتهاجمها هجوم كبير وبتطالب بترحيلها من مصر. من رأيي الشخصي ومن خبرتي الإعلامية فأنا شايفة أن دي حملة تشويه ممنهجة لتشويه فدوى، لأنها من رأيي نموذج محترم بيحاول يبسط الدين للأجيال الصغيرة. وإذا الست اختلط عليها الأمر وظنت خطأ أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني والكلام ده طبعا مش حقيقي، فعندنا ملايين المصريين زيها فاكرين أن رمسيس الثاني هو فرعون موسى. واصلا التاريخ المصري القديم ما فيهوش اجابات قاطعه بخصوص الامور دي، بس الارجح ان فرعون موسى طبعا مش رمسيس الثاني، لكن دي معلومه مغلوطه منتشره عند عدد مش قليل. وبعدين الست كتبت على حسابها وقالت انها كانت في زياره للمتحف المصري الجديد وانها كانت معجبه جدا بيه، وشاركت الفيديو والصور كنوع من الدعايه لمصر والتاكيد على ان سيدنا موسى كان في مصر وان ما كانش عندها اي نيه تانية، وشكرت كل اللي ساهم في بناء المتحف الجديد. ثم بخصوص ارتداء البنت الهوت شورت في البيت قدام اهلها، ففعلا في حاجه في الدين الاسلامي اسمها عوره حتى بين البنت وامها، مش فدوى مواهب اللي اخترعتها. صحيح في اختلاف ما بين العلماء في تحديد اماكن العوره بالظبط، بس فعلا في صحيح الدين الاسلامي في حاجه اسمها عوره، ومش اي لبس بيتلبس قدام اي حد حتى امي، وده مش تشدد، ده صحيح الدين. اما بخصوص ان الدين عند الله الاسلام فدي ايه قرانيه في سوره آل عمران رقم 19، تقدر حضرتك تفتح المصحف وتتأكد بنفسك. وأخيرا مصادر الفيديو في أول تعليق، وما تنساش تقولي رأيك في اللي حصل في التعليقات، ولايك وفولو لو عجبك الفيديو، ودعواتكم لإخواتنا بالنصر العاجل والنصر للإسلام والمسلمين. ربنا يحفظنا من الفتن واللجان الإلكترونية اللي بيحاولوا يشوهوا أي حد بيحاول يعمل حاجة كويسة. سلام.